بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أشرح طريقة حظر الأرقام المزعجة اللي تتصل أو اللي ترسل رسائل بطريقة بسيطة وموجودة في نفس نظام الأندرويد في السامسونج جالاكسي. طبعا الطريقة بسيطة جدا. في عندنا موضوعين. لنفرض ان احنا نبغى نحذف او نحجب رقم يرسل لنا رسائل معينة تزعجنا، مثل الرسائل الدعايات اللي تجينا من شركات الاتصالات او غيرها. ندخل على الرسائل. راح نلاقي الرسائل اللي عندنا. مثلا انا عندي رساله هنا، فمثلا ابغى احذف او اي رساله تجيني من الرقم الموجود عندي هنا ما تجيني ثاني مره، فاضغط على الرقم واقول تسجيل الرقم كبريد عشوائي. هل تريد تسجيل الرقم كبريد عشوائي؟ موافق. الان اي رساله راح تجي من الرقم هذا ما راح تظهر لي نهائيا عندي، ولا راح تزعجني، ولا راح اشوفها نهائيا. لما احب اشوف الرسائل المحجوبه عندي اروح خيارات واضغط على رسائل البريد العشوائي، راح تجيني الرسائل المحجوبه عندي. لما احب اشيل الرقم بموضوع بسيط برضه اضغط عليه وازاله من ارقام البريد العشوائي. الان رجع الرقم بوضعه الطبيعي يرسل لي. طيب، لنفرض اني حبيت اني احجب المكالمات. برضو خدمة بسيطة جدا في السامسونج جالاكسي، وخدمة قوية جدا في نظام الاندرويد. قوية 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 انا اعتبرتها، وللاسف انه في ناس كثيرة ما تعرفها وتركب برامج عشان الحجب والاشياء زي كذا. طبعا الطريقة كالتالي: نروح للهاتف ونضغط على خيارات ونروح لضبط المكالمة. نروح لأول خيار عندنا اللي هو رفض المكالمة. شوفوا وضع الرفض التلقائي، تقدر تحطه اوف وتقدر تحطه اون. انا اخليه اون اساس انه يرفض لي الارقام. قائمة الرفض التلقائي ادخل عليها. بامكاني هنا انشاء الان اني ممكن اجيب رقم من السجل او من الاسماء. مظبوط، يعني اختار رقم من الاسماء بحيث ان الرقم هذا لو اتصل علي مباشرة راح يعطيه مشغول وما راح يظهر لي اصلا كمكالمة. لاحظوا المعايير اللي تحت، مطابقة المعيار، الخيارات اللي تحت في حاجة ممتازة جدا. لو قلت مطابق يعني لما يتصل علي الرقم نفسه راح ينحجب، او يبدأ بي. لو يبدأ بيه او ينتهي بيه او الخيارات هذه او يتضمن، حاجة ممتازة جدا جدا جدا. طبعا اول شيء اسوي له حفظ هنا. هذا الرقم الان لو اتصل علي ما راح يظهر عندي او ما راح يزعجني، راح يعطيه مشغول على طول واقدر اشيله لو ما حبيت احذفه. او غير معروف، هنا لو قلت غير معروف انه اي رقم يتصل علي غير موجود عندي في الاسماء راح يعطيه مشغول، ما راح يظهر عندي ولا راح يزعجني. طيب، اسوي انشاء. هنا في حاجه مميزه جدا. لنفرض اني حبيت احجب رقم دوله معينه ما تتصل علي. يعني لنفرض ان انا حبيت ان السعوديه كلها اي رقم سعودي ما يتصل علي. احط خيارين: 00966 مفتاح السعوديه، واقول له هنا يبدا بي وحفظ واقول له انشاء. في بعض الارقام تجيني على شكل طبعا زائد 966 واسوي له حفظ. لاحظوا الان اي رقم، او اسوي له انشاء برضه لو انا ما احب واقول له 05 وحفظ. عفوا 05 واقول له يبدا بي. لاحظوا خليه يبدا بي حفظ. الان اي رقم في السعوديه ما راح يقدر يتصل علي، سواء يبدا ب05 او 0966 او 0966. اي رقم من الارقام ثلاثه هذه اللي تبدا في الارقام هذه ما راح تقدر تتصل علي. لما احب اشيلها ولما احب احذفها. نسوي تجربه مثلا اني انا ابغى ارقام دوله معينه. مثلا في رقم الدائم يتصل اللي هو رقم على ما اعتقد السنغال، او اللي هم عندهم السحر هذول او ما ادري ايش. فاحنا مثلا هم اعتقد انهم 0022 واقول له يبدا بي. تم حفظ. الان اي رقم يتصل علي يكون مفتاحه 0022 او مفتاحه اللي هي زائد اللي هي تعتبر 0022، ما راح يجيني منه اي ازعاج نهائي. وكذا انتهت القصة. وفي طريقة ثانية، طبعا يعني مثلا انا ما حبيت ادخل اللخبطة هذه كلها. في طريقة ثانية لما احب ارفض رقم موجود عندي في السجل او في الاسماء، اني اروح للاسماء مثلا واحط يعني قصدي قائمة الحجب، اروح للاسماء واضغط عليه واقول له اضافة الى لائحة الرفض. خلاص الرقم هذا الان مباشرة ما راح يزعجني بدون، بس لازم اتأكد اني انا مفعل عندي اللي هي خيار قائمة الرفض، اللي هي لما اروح للضبط. لاحظوا كيف احنا ندخل على ضبط المكالمات. لازم نروح على لوحة المفاتيح وندخل عليها من هنا. ضبط المكالمات لازم رفض المكالمات نحطها اون.
هذا والله وصلي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.